من الامور اللي بتدهشني لما بقرا تاريخ اسلامي هي فكرة ظهور البطل اللي بيطلع يخلص اي مشهد قبل ما يحصل السقوط او الهزيمة. ان الله وضع لكل مشهد بطل. يوم وفاة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم المسلمين كانوا بيعيطوا وكانوا في حالة انهيار تام. اقرب صاحب للرسول ورفيقه للهجرة بيطلع بكل ثبات وصبر وسكينة ويقول: من كان يعبد محمدا فمحمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت. غزوة الخندق فيه كافر عمال يستعرض قوته قدام جيش المسلمين، ومفيش حد من الجيش قادر يقف ويواجهه. المعنويات تحت الصفر والموقف صعب، وهنا يطلع البطل يمسك السيف، يطلع زي الاسد ويصرخ باعلى صوت: الذي سمتني امي حيدر، ويقتل الكافر اللي كان بيستعرض قوته، وينتصر جيش المسلمين. ويعاد المشهد بعد فضل ربنا بالبطل علي بن ابي طالب في معركة اليرموك. تقريبا نص مليون بيزنطي محاصرين 36,000 من المسلمين. موقف شديد جدا، وكان زي يوم القيامة مع المسلمين. حصار والشمس حامية عليهم ومفيش مية ومفيش اكل، والتعب بينهش فيه. وهنا طلع البطل قال لهم: مين يبايعني على الموت؟ وطلع له من المسلمين 400 شخص، منهم ابنه وعمه. مع ذلك ما تراجعش، خد الكتيبة ديت وشق صفوف الكفار، وكان زي الطوفان بالكتيبة بتاعته ودمر كل اللي قدامه، وفتح ثغرة في الحصار. وبسبب الثغرة دي انتصر المسلمين. حبيت افكركم بابطالنا يوم كنا عظماء. خلصت حلقة النهاردة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتصلي على النبي في كومنت. السلام عليكم.